بقول لك ايه، ما تيجي ننطق الثلاث كلمات دول كده مع بعض عشان بيلخبطوني بصراحة. أول كلمة floor، التانية flower، التالتة برضو flower. floor flower flower. نكمل بقى الفيديو للنهاية ونحاول نعرف معانيهم مع بعض عشان تبقى استفدت استفادة صح. أول كلمة معانا وهي كلمة floor، ليها 4 معاني أساسية. أول معنى اللي هو الطابق، يعني الطابق اللي انت عايش فيه. مثلا I live on the 3rd floor، واغلبنا عارف كده. floor برضو ممكن تيجي بمعنى الأرضية، يعني الأرضية بتاعت الشقة زي الأرضية اللي أنا واقف عليها دي. مثلا أقول لك this is a tiled floor، يعني الأرضية بتاعت الشقة بلاط. This is a tiled floor، أو this is a wooden floor، يعني الأرضية دي خشب، وهكذا. أوكي، يبقى تاني معنى إنها floor بمعنى أرضية. تالت معنى وهو عامية، بنستخدم floor كفعل لما تسوق العربية بسرعة من وضع الثبات. يعني معرفش، ممكن حد يسيب لي في تعليق يقول لي معناها ايه بالعربي لما تقول لي مثلا واحد let's floor it. let's floor it يعني دوس على البنزين جامد واطلع يا معلم، دوس. اوكي، floor it. اخر معنى لفلور ان هي ممكن تيجي كفعل برضو بمعنى finish. لما اقول لك مثلا I floored the exam. I floored the exam، انا خلصت الامتحان. كده برضو احنا خلصنا اول كلمة وهي floor. تاني كلمة معانا وهي flower. flower في الانجليش اغلبنا وكلنا عارف ان معناها زهرة، بس flower برضو ممكن تيجي كفعل بمعنى يزدهر. لما اقول لك مثلا my business is flowering، يعني البيزنس بتاعي مزدهر او بيزدهر. my business is flowering. اوكي، تالت معنى واخر كلمة معانا وهي برضو نفس النطق flour، معناها الدقيق. فنقول مثلا the bread is made of flour. the bread is made of flour. يبقى floor flour flour. لو الفيديو عجبك شير ولايك. سلام.